صوت الحياة النهارده مع نجوم السينما والمسرح والتلفزيون. شايفين اهو الشيخ احمد دكتورة ماهر. أنا اتشرف، تحية كبيرة لأن لسه راجعة من العمرة، يعني يا رب تكون ذكرتنا ودعت لنا. وهي بس كلمة في دقيقتين كده تقول أنت يا أستاذة ما تسلميش على الجامعة وأنت راجعة من العمرة. شوف برضه أستاذ محمد مايك أستاذ النجم طارق. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد ماهر وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا يعني سعيدة جدا وبحسب نفسي والله على تواجدي النهارده مع القامات، الشخصيات القيمة والقامة، الناس الجميلة المحترمة اللي لها تاريخ مشرف في عالم الفن والثقافة. طبعا الواحد ينحني احتراما ان تربينا على المبادئ والمثل والاخلاق العظيمه اللي احنا اتعلمناها من طبعا. والجمهور الكريم اهلا بكم جميعا. انا لسه راجعه من العمره بقالي 10 ايام، وحتى جبت ميه زمزم لماما مديحه وطبعا في كمان سلة حلوة قوي جميلة قوي من عند المدينة المنورة. يا رب أرجوكم جميعا نبقى صحبة عمرة وحب مع بعض في المكان اللي هو أطهر وأشرف بقاع الأرض، من أجمل مكان في العالم، مكة المكرمة والمسجد النبوي. وبالنسبة للقدوة، طبعا احنا قدوتنا المعلم الأول للبشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وخاتم المرسلين والانبياء. لكن طبعا كل واحد فينا في حياتنا من بعد سيدنا محمد طبعا بنقتدي به في بعض المبادئ والمثل والقيم اللي احنا اتعلمناها وتربينا عليها. انا عن نفسي القدوه بتاعي انا يعني والدتي رحمه الله عليها، فكنا الحمد لله دي تربى على المثل والمبادئ والقيم. وانا عن نفسي بقول القدوه هو المعلم، والقدوه الاقوى